فارس بأن يلقي لنا ما لديه من بقية الحجج ورد لفرقة الموالاة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمجموعة الموالاة والمعارضة، رئيس الجلسة وأيها الجمهور الكرام، اليوم جئناكم بموضوع أنتم تحملوننا بالموضوع أن تعلم اللغة العربية أفضل من خارجها. نعم، قبل أنتم توزعون لنا بمعنى أفضل، أنتم تفهمون بمعنى أفضل حقيقيا؟ أنتم تعرفون بمعنى أفضل حقيقيا؟ أفضل لا ننفي الإيجابية الآخر، لكن أفضل هناك الإيجابيتان، هذا إيجابية وهذه إيجابية وهذه إيجابية، لكن أفضل أيهما أفضل؟ مفهوم؟ نعم. الآن سننتقل إلى حجتنا الثانية. حجتنا الثانية توجد بالفعل منح دراسية للدراسة في الخارج. نعم، هناك في ماليزيا لنا منح دراسية كثيرة. على سبيل المثال في البحث نجد ياسم بحث، عندما موجود الطلاب عندما يريدون أن يواصلوا الدراسة في خارج البلاد، في خارج ماليزيا، ياسم بحث يوزع منح للطلاب، خصوصا الطلاب الذين يريدون أن يواصلوا الدراسة في جوردان والمغرب. نعم. وأما حجتنا الثالث، عندما نتعلم اللغة العربية في خارج البلاد نتعلم ونستفيد من الخبراء. في الجزائر ودول العرب لها الخبراء المتخصصون باللغة العربية، هم كالعلماء الأصول العربية. نعم، هناك في ماليزيا نجد المحاضرون من العربيين. نعم، نجد في ماليزيا المحاضرون من العربيين، لكن هل المحاضرون العربيون يساوون المحاضرون العربيون أصليا في العرب؟ نعم، مفهوم. أنتم كما ذكر المتحدث الثاني بأن نعم. أولا أنا أعرف ما هو الكلمة أفضل، ولكن ما هو مقياس بكلمة أفضل من فريق المعارضة؟ هذا هو أمر مهم لدينا. أولا. ثانيا، نحن نوافق، أنتم توافقون ما هو تعريف من فريق الموضة، ولكن أنتم ليس أبدا جئنانا ما كيف حدث تعلم اللغة العربية لدى الأصغر أو شخص الذين يدرسون داخل الإسلام، مثلا بالأقليون أو الهندسيين، وكيف؟ لأن هذا هو تعريف العام. يا متحدث الثاني اسمع كلامي جيدا. نعم، تمام. يا متحدث الثاني، أنت تريد أن تشتري السيارة المحلية والعالمية، أيهما أنت تشتري؟ المحلية. لماذا؟ لكن نعم، أنت تشتري السيارة المحلية، لكن كثير منا نريد أن نشتري السيارة العالمية. لماذا؟ لأن نعم السيارة المحلية لها الإيجابية، لكن السيارة العالمية لها الإيجابية المتعددة، كثير من السيارة المحلية. لذلك التعلم اللغة العربية في دول ماليزيا ودول العرب، نعم في ماليزيا نعم
نجد الإيجابية الكثيرة، لكنها تساوي بالإيجابية التعلم اللغة العربية في دول العرب. أجبني. نعم. لذلك اليوم نحمي موقفنا الإيجابية، التعلم اللغة العربية في خارجها أفضل من داخلها. هذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.